سجل فيهم 5 أهداف وصنع 4، والفريق كان في فترة كويسة وقدر يكسب الدوري والكاس وكاس السوبر عشان يبدأ الموسم الجديد وهو معتمد عليه بشكل أكبر. بس بسبب عدم قدرة المدرب على توظيف المواهب وأزمات مالية مرت على النادي، الفريق خسر كل البطولات اللي كان بينافس عليها. وبرغم ظروف لشبونة الصعبة قدر كواريزما يساهم في 10 أهداف في 38 مباراة، وده رقم كويس جدا للنوع ده من اللاعبين اللي بيفضلوا صناعة اللعب عن التسجيل والمساهمة المباشرة. وكل ده كان كافي انه يحرك اكبر اندية اوروبا للتعاقد مع اهم موهبتين في البرتغال وقتها، وبتكون اسبانيا محطته التانية ونصيبه بيبعته لكاتالونيا، وبيوقع مع نادي برشلونة في 2013 مقابل 6 مليون جنيه استرليني بعد ما اختاروا بينه وبين كريستيانو اللي راح اليونايتد وقتها. وصل كواريزما للكامب نو كل العيون عليه، والفريق كان قوي جدا بقيادة المدرب فرانك ريكارد اللي ما كانش محترف كفاية في التعامل مع اللاعبين. فرانك بدأ يهمش كواريزما بدون أسباب واضحة وركنه على الدكة أغلب الموسم، وما كانش بينزله غير أوقات قليلة جدا قدر فيها يسجل 3 أهداف بس. وفي آخر الموسم اتعرض لإصابة خطيرة في رجله اليمين ما قدرش بسببها يشارك مع المنتخب في يورو 2004. وقتها وأثناء التوقف الدولي صرح كواريزما وقال إنه مستحيل يلعب لبرشلونة وفرانك ريكارد مدربهم، وانتشر في الصحف ساعتها ان مدربه بيضطهده وانه يستحق يلعب اساسي ايا كان السبب. وقرر ينهي رحلته في اسبانيا عشان يتنقل الخبر ويوصل لنادي بورتو ويقدموا عرض تبادل بينه وبين مواطنه دييجو. وبعد رفضه فترة لانه ما كانش حابب يرجع البرتغال بيعرض بورتو 6 مليون جنيه استرليني، والمرة دي وافق كواريزما وتمت الصفقة في 2004 ودخل عش التنين وهو في حالة استثنائية.